بسم الله الرحمن الرحيم، وبرحب بحضراتكم معايا النهارده في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أبطال مصر المشاهير في الكاراتيه. وحلقة النهارده مخصصة لبطل بطل عالم في ميزانه، وبطل من الأبطال الجيدين الموهوبين اللي دايما واثق من نفسه. هو بيدخل أي مباراة إنه لازم يحقق الفوز، ولعيب موهوب جدا بالفعل، وطريقة أدائه في المباراة جيدة جدا، تشعر معاه بالثقة وبأنه هيسجل في أي وقت. ولعيب التايمنج بتاعه في منتهى الروعة أثناء التسجيل، بيحط رجليه في توقيت قاتل للخصوم بتاعته أو اللعيبة المنافسين ليه، ودايما حتى لو اللاعب اللي قدامه كان متقدم عليه بالنقاط، هو عنده ثقة كاملة إن هو هيتعادل معاه وهيفوز عليه. وانا شخصيا ببقى مبسوط جدا وانا بتفرج عليه، وبحس فعلا انه لعيب بطل ويستاهل المركز الاول. وطبعا هو نال التصنيف الاول عالميا في الميزان بتاعه اللي هو فوق الاربعه او فوق ال80، فوق ال84، ولعيب جيد جدا ولعيب قوي جسمانيا ما شاء الله عليه، والكل بيحبه. وبحس انه من خلال طريقه ادائه بالثقه الكامله، وبانه فعلا اي مباراه بيدخل بيحقق فيها الفوز، واكتسب شهره واكتسب معجبين كتير ليه، وعلى طريقه ادائه وطريقه تسجيلاته الجميله وفوزه بالمباريات وبتحقيقه للميداليات الذهبيه والتصنيف الاول عالميا في الميزان بتاعه. وطبعا هو والكابتن عبد الله ممدوح والكابتن علي الصاوي، الثلاثي ده كان سبب رئيسي في تحقيق مصر المركز او التصنيف العالمي الاول في الكاراتيه على جميع المنتخبات، من خلال انتصاراتهم الدائمه وتحقيق الذهب باستمرار، ورفع اسم مصر عاليا بين الدول في مجال رياضه الكاراتيه. وطبعا انا جمعت ليه لقطات جميله من خلال بطولاته ومن خلال مبارياته وتسجيلاته الجميله، وبتمنى ليكم مشاهده طيبه مع بطلنا النهارده الكابتن يوسف عماد بدوي مع الفيديو ده. تمنياتنا ليوسف البطل انه يحقق ميداليه، والنصر يجيب نصر ان شاء الله يا اولاد مصر. واقف يوسف بكل اقتدار. يا مشطة، الاخلاق، البطوله، الروح هي اهم العناصر مع الموهبه للبطل، وخاصة في الألعاب الفردية. بيحصل يوسف على نيهون نقطتين، ودي بتيجي من ضربة بالقدم في منطقة الشدان أو على الصدر أو البطن، على الجوان أو الظهر. ويوسف بيلتحم، بيدي تعليماته، والإيبون ليوسف تسديده اوتشي، ولكمه هايله جدا يا يوسف. اللكمه اداله ايبون. 40 ثانيه تفصلنا عن الذهبيه يا يوسف. الله 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 على صد هذه، صد على الركله دي، وبيحصل على الإيبون. 5 لا شيء لمصر. الساعة بتقول لنا أقل من 15 ثانية. وفي لكمة هنا من الصربي.
يحصل بها على الإيبون، ولكمة من يوسف، أعتقد ده إيبون آخر ليوسف أهو، إيبون كمان. مبروك يا يوسف. خلاص 3 4 ثواني، ثانيتين، ثانية. الله يا ولاد مصر، الله يا ولاد مصر. مبروك مبروك مبروك، ألف مبروك، الميدالية الذهبية الثانية. مبروك يوسف، مبروك يوسف. Here we have our referees. So introducing first, Aka wearing in red, coming from Morocco. Number 61 of representing Nabil El Shabi. And across the category, wearing blue from Egypt. Number 14 of the women's standing, number 41 of the world ranking, gold medalist in Cairo, Youssef Badawi. Here in Moscow for Youssef Badawi from Egypt. Congratulations. We heard that the current champion of the world games gold medalist. Yep. In addition, he was first in Rabat and first in Fujairah. What a year. My word, what form the world champion's in. Youssef Badawi. I'm looking forward to this bout because Shamara, he won't be fazed by any of that. He'll push all of that to the back of his mind. Yep. And get on with the job. Got a job to do, doesn't he? Yep, absolutely. So when you're on the tatami, Amy, and you're faced with
a top name, a top seed. Yeah. How do you deal with it? You just treat it like any other person. You have respect for them, but you fight your fight and you focus on what you do best in the tatami, because otherwise you'll get overwhelmed and you won't be able to perform well. So it's really focusing on your own strengths. So you Badawi really quick with those legs. He tried the side kick and then the round kick to the body. Shimada goes. Wow, so fast. He's got such quick technique, Yep. whether it's with his hands or his feet. World champion Youssef be opening the score. Just 21 years old. Incorrect form, incorrect timing. Yep. Quite a few things going wrong there. Yeah. Oh my Wow. goodness! That is the best technique. Oh, Yeah. I was going to say the best technique we've seen so far, but actually Probably. we've seen some We have. fantastic ippons. Yeah. But I wouldn't That be was up there. surprised if that doesn't make it in the top 5. I think so, yeah. Just perfectly executed. So fast. Nice punch. Yeah, see, Yep. Badawi's attempting that kick again, but the counter punch from Shimada. Yeah, nice and sharp. Wow. Turned the tables, Yeah. didn't he? The attack come in from Shimada, and it was met with that punch from Badawi. So quick. Yeah. He reads things really well. And the range of techniques that he's using, just everything, isn't it? Literally, yeah, it's great to see. Ooh, wow. The timing Yeah. is superb. Unreal. Wow. Eight points to 1. Yep. Shimada receiving a warning. That's his second yellow card. If Badawi gets one more point, the match will be finished. Wow, what a great match. Class act. What a talent. 21 years. Incredible. World champion. World Games. Yep. He's My on goodness. form. There's likely to be many more years of watching that young man. Absolutely. Great to see. Great spectacle for karate.